اهلا بيكم، انا دكتور احمد هشام، والنهارده 24 رمضان. لازم نكون عارفين ان الحفاظ على توازن الاملاح والالكترولايتس زي الصوديوم او البوتاسيوم ضروري جدا يا جماعه للحفاظ على ضغط الدم، وده بيساعد على تحسين حركه الدم في الشرايين وتنظيم توزيع السوائل في الجسم. في رمضان مهم جدا ان احنا نشرب ميه كافيه من الفطار للسحور للحفاظ على توازن السوائل في جسمنا، وكمان تناول الفاكهه اللي فيها نسبه عاليه من الميه وفيتامين سي زي عندك البرتقال او الموز اللي بيساعد على استعادة التوازن الطبيعي للجسم. وعشان نحافظ على توازن الأملاح ضروري جدا إن احنا نقلل تناول الأطعمة المالحة والمنتجات المصنعة، ده بيساعد على منع اختلال نسب الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم. وكمان تناول أطعمة غنية بالمعادن زي اللبن والمكسرات والخضروات الورقية، ده بيدعم الحصول على المعادن المطلوبة بشكل متوازن، وبيضمن إن الجسم يفضل عنده نسبة معتدلة من الصوديوم والبوتاسيوم، وده لتنظيم ضغط الدم ولتحسين أداء الدورة الدموية. نصيحتنا ليكم شرب كمية كافية من المية، كمان تناول الأطعمة الغنية بالمية وفيتامين سي، ونحاول جدا إن احنا نقلل من تناول الأطعمة المالحة والمنتجات المصنعة. طب وإيه فوائد الأعشاب في تحسين الدورة الدموية؟ استنونا بكرة.